ونبطئ رتم اللعب، طول ما الماتش بطيء والاجواء مش على هواهم ومش على مزاجهم، هتقدر ان انت تطلعهم من اللي هم بيفكروا فيه، وهم هيبتدوا يلعبوك بالاسلوب ده اصلا. هم هيبتدوا مبطئين الريتم ويحاولوا يرجعوا دفاع منطقه عشان يشوفوا رد فعلك هيبقى عامل ازاي. انت تقدر ان انت تهاجمهم، انت النادي الاهلي، بس احنا بنتكلم ان احنا عايزين ناخد اللي احنا عايزينه بس من الماتش، وان شاء الله نعوض هنا بقى، تبقى النتيجه لينا بس يعني. نتصرف هنا في القاهره ان شاء الله نقدر ان احنا نكسبهم هنا مرتاحين، وتبقى الدنيا زي الفل باذن الله. فده كان فيديو صغير كده كنت حابب اتكلم مع حضراتكم فيه، وان شاء الله التوفيق لينا يا رب يا رب ان شاء الله. وعلى فكره بعد الماتش ان شاء الله انا عامل القرعه بتاعت مسابقه التيشيرت، الناس اللي علقت وتوقعت ان شاء الله تطلع النتيجه لصالحنا، وصاحب التوقع الصحيح 2 3 4 يخشوا قرعه مع بعض، واحد منهم هيكسب التيشيرت باذن الله. واحب اشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله نتقابل بعد الماتش ونكون موفقين وبنبارك لبعض. السلام عليكم.